عارف احساس الهدوء وراحه الاعصاب؟ ده البيت اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. البيت ده موجود في منطقه هاديه جدا جدا في مدينه يوربا ليندا في جنوب كاليفورنيا. ومن ساعه ما دخلت المنطقه هنا والمنطقه هاديه وما بسمعش فيها صوت ولا دوشه خالص. البيت اللي احنا هنتفرج عليه النهارده هو على مساحه اكتر من 2000 سكوير فيت، ومساحه الارض اكتر من 7500 سكوير فيت، 3 اوض نوم و3 حمامات، وبسعر اقل من 1,300,000. يلا بينا نتفرج عليه سوا مع بعض. المدخل وفكره الدبل دور دي بتدي فخامه جدا للبيت. انا بحب جدا البيوت اللي الباب بتاعها دبل دور او ضلفتين. واول ما تخش احنا عندنا فيه 2 ليفينج رومز. الليفينج روم الاولانيه دي بيسموها الفورمال ليفينج روم، ودي بتدي عزل شويه او خصوصيه شويه عن بقيه البيت، بحيث ان انت لما بيجي لك ضيوف ومش عايزهم يخشوا جوه خالص، فممكن بيبقوا قاعدين هنا يشربوا شاي، تقعد معاهم شويه من غير ما يخشوا ويقتحموا خصوصيه البيت. وجوه البيت هنا معموله فكره الشبابيك دي اللي بالارتفاع كله، الفول هايت ويندوز. هي مش فلور تو سيلينج، هي بس بادئه من جزء كده من تحت، بس فكرتها كلها اللي بالشيش ده، فبتدي لك برضو خصوصيه ان انت ما تبقاش مجروح من الجيران، وفي نفس الوقت تدخل كميه الشمس اللي انت محتاجها خلال اليوم. وده هنا الشباك ده على بره، وشايفين دلوقتي انعكاس الشمس داخله ازاي في الاوضه ومنوره المكان ازاي. فالاوضه دي مريحه جدا للاعصاب وهاديه جدا. عندنا هنا ده الدور اللي فوق فيه اوضتين نوم، وتحت فيه الماستر سويت. خلينا نجيله كمان شويه. بس عندنا هنا دي الفورمال دايننج روم، ممكن تبقى اكبر من كده شويه، يعني ممكن لو لفيناها بالعرض ممكن تاخد مساحه اكبر. في ناس بتجيب ترابيزه سفره بتبقى بشكل مربع شويه، بدات تطلع دلوقتي موضه. وفي هنا ده يودينا على الباك يارد بالمنطقه بتاعت الاستورج. طبعا في المدخل الرئيسي للباك يارد من قدام شويه. الارضيات كلها زي ما انت شايف كلها سيراميك، فدي بتزود قيمه البيت. عندنا هنا ده المطبخ، مساحته كويسه جدا، كميه الاماكن التخزين اللي فيه حلوه قوي. ودي ترابيزه صغيره للفطار مثلا، لوجبه خفيفه خلال اليوم ل4 افراد. ممكن تشيل الترابيزه ديت وتعمل منطقه هنا، دي بقى الفاميلي ليفينج روم. ممكن تعملها اكبر من كده، بدل ما انت حاطط كاوتش واحده او كنبه واحده ممكن تحط اكتر من كده وتكبر المساحه شويه. والميزه ان كل ليفينج روم سواء الفاميلي او الفورمال اللي فوق، الاتنين فيهم الدفايه بتاعتهم، فدي بتخليك انت قاعد في المكان مرتاح. هنا في المنطقه بتاعت اللوندري، وده باب يطلعنا من ورا على الممر الجانبي للباك يارد. عندنا هنا في مساحه تخزين، وهنا دي الباك يارد. خلينا نطلع كده نبص عليها. مساحتها كبيره جدا. خليني كده اوري لك الفيو من فوق شويه، اوسع شويه. يعني هي حتى لو الناس بتحب تعمل بول، فانت ممكن عندك مساحه كفايه تقدر تعمل فيها بول، وستيل لسه برضه عندك مساحه حلوه تستمتع بيها بالباك يارد. وفي هنا المنطقه دي الشيدد او المسقوفه، فبحيث ان حتى في وقت الظهر ما تبقاش الشمس مضايقاك. عندك منطقه الجريل. ومن هنا ده الستورج شاد اللي كنا شايفينه من شويه. ودي هناك الشبابيك بتاعه الفورمال ليفينج روم. خلينا دلوقتي نروح لأوضة النوم الرئيسية اللي موجودة تحت أو الماستر سويت. والميزة إن هي موجودة في الدور الأرضي، فدي بتبقى مريحة جدا لو أنت مش بتحب إن أنت تطلع دور فوق عشان تروح أوضة النوم كل شوية، أو لو في ناس كبار في السن أو في حد تعبان. فدي ميزة إن يبقى واحدة من أوض النوم موجودة على نفس الليفل بتاع المدخل أو الفيرست فلور. ومساحة الأوضة كبيرة جدا، يعني دي يمكن واحدة من أكبر الأوض اللي ممكن تشوفها في بيت في السعر ده أو في الفئة السعرية ديت. بالإضافة كمان إن مساحة التخزين اللي موجودة فيها كبيرة قوي، فدي هتدي لك
مساحة مريحة جدا. عندنا هنا ده الحمام الخاص بالماستر بيدروم، ده الماستر باثروم، حوض. بعد كده ده الريستروم والشاور. وبعد كده في هنا حمام تاني للجست لو حد موجود في الدايننج روم او في الليفينج روم، فده برضو حمام تاني. بعد كده هنطلع فوق، يلا بينا. برضو فكرة الليفينج روم اللي بتبقى دبل هايت دي بتبقى جميلة قوي، تدي وسع كبير للبيت. يعني انت خدت بالك اول ما دخلنا من البيت انت حاسس ان الدنيا واسعة قوي بسبب الدبل هايت. كده هنا عندنا صالة ممكن تتعمل مكتب، ممكن مكان للقراية، مكان تقعد فيه تحط مثلا تلفزيون صغير او حاجة. كده دي تاني أوضة نوم. هي مساحتها برضو حلوة قوي وممكن تاخد سرير اكبر من كده يعني، بس هم هنا فضلوا ان هم يحطوا سرير صغير، لكن هي انت تقدر تفرشها باكتر من كده. بعد كده دي هنا تالت أوضة نوم. وزي ما انت شايف فعلا كل أوضة نوم مساحتها حلوة قوي. يعني في الفئة السعرية ديت اوقات بتبقى الأوض مش احسن حاجة، بس لا انا شايف الأوض مساحتها حلوة جدا، ومساحة التخزين ان هو واخدها بطول الحيطة وعاملها كلها مرايات، فدي مدية وسع جامد قوي في البيت. بالاضافة ان الاكسنت بيم الاكسنت بيم اللي موجودة في كل البيت مخلية في شياكة جامدة قوي في البيت. هنا مش موجودة، هي موجودة بس في الأوضة ديت وموجودة تحت. بعد كده ده الحمام بتاع الدور العلوي، برضو فكرة الهيز اند هيرز والبانيو، ودي مساحات تخزين. والدور اللي فوق كله معمول موكيت والسلم، وطبعا البيت كله مكيف. واجين فكرة الشبابيك ديت او الشيش ده، دي فكرة حلوة قوي. انت برضو تقدر تفتحه خالص لو انت مش عايز تشوف الورق بتاع الشيش، تبقى الدنيا منورة عندك جدا. بس دي كده كانت جولة سريعة في البيت ده في يوربا ليندا. لو عندك أي سؤال عن البيت ده أو بتدور على أي حاجة ليها علاقة بالعقارات في جنوب كاليفورنيا، هتلاقي كل بيانات التواصل بتاعتي موجودة في الفيديو تحت. كلمني في أي وقت ونفكر مع بعض ونشوف الحاجة الأنسب ليك. أشوفك في البيت اللي جاي. سلام.